متابعينا الأعزاء، السلام عليكم وعيدكم مبارك، كل عام وأنتم بألف خير. مرحبا بكم في قناتنا، تابعونا ليصلكم كل جديد عن المنتخب الجزائري. موضوع هذا الفيديو: المناصب التي قرر بيتكوفيتش إحداث تغييرات فيها خلال تربص شهر سبتمبر. ذكرت تقارير صحفية موثوقة أن الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش قرر إحداث تغييرات هامة خلال تربص شهر سبتمبر. إذ ذكرت هذه المصادر أن بيتكوفيتش قرر عدم استدعاء الثلاثي المكون من الحارس أنطوني ماندريا، المدافع عيسى ماندي، ووسط الميدان الدفاعي نبيل بن طالب، نظرا للأداء السيء الذي بات يقدمه هذا الثلاثي منذ مدة، حيث يكون بيتكوفيتش قد منح آخر فرصة لهذا الثلاثي خلال التربص الماضي. كما أكدت هذه المصادر أنه وبصفة رسمية سيعود الثلاثي المبعد مؤخرا، المكون من رياض محرز، يوسف بليلي، وإسلام سليماني، بعد أن تأكد بيتكوفيتش أن مكانة هؤلاء اللاعبين لا يمكن أن يعوضها أحد، خاصة وأنهم شكلوا لسنوات طويلة الثلاثي المرعب لكل المنتخبات من خلال أهدافهم وتمريراتهم الحاسمة. كما سيشهد هذا التربص التحاق لاعبين جدد لأول مرة، نذكر منهم مهاجم كوبنهاغن الدنماركي أمين شياخة، ولاعب فيردن بريمن الألماني ميشيل فايزر، وعودة حارس ماتس وكيتجا لتعويض ماندريا. فهل سيكون هذا التربص بداية لعهد جديد مع